السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من حاد وجد. الدور على مين؟ الفلول يوالون حملاتهم. انتهى أمرهم مع الدكتور محمد البرادعي، بطل نوبل لن يترشح للرئاسة ولن يقضي لاحقا على الفلول. البرادعي الرجل الذي كان علنا وبكل وضوح الأخطر على النظام السابق حمل حقائبه محتفظا بصورته وكرامته وسمعته، زاهدا في المناصب والصراعات. وجاء الدور على رجل الأعمال الأنجح نجيب ساويرس، الرجل الأغنى ماليا في مصر خلال السنوات العشرين الأخيرة بالأرقام وباعتراف العالم. ساويرس كان أحد رجال الثورة من أيامها الأولى بوضوح وشجاعة. لذا المطلوب الآن كأولوية للفلول هو العمل الجماعي لتشويه صورته وإيذائه. حملة الهجوم الجماعية على ساويرس تأخذ شكلا ممنهجا ومنظما وبأساليب غير حضارية على الإطلاق. ساويرس لا يطمع في رئاسة مصر بحكم دينه، والدستور يمنع المواطن المسيحي أساسا من الترشح للرئاسة، وهو غير طامع في منصب ولا في مال ولا في سلطة، بل ويمكنه بحكم شركاته ومؤسساته بل وبحكم اسمه وسمعته أن يلتقي أي رئيس لأي دولة حتى ولو كانت الولايات المتحدة حين يريد. ساويرس الرجل الأغنى في مصر اختار أن يقف مع الشعب، أن يقف مع الثوار، أن يقف مع الحرية والديمقراطية وكرامة المواطن، وهو يعلم يقينا أن مواقفه لن تجلب عليه إلا المتاعب من الفلول المتغلغلة. ساويرس اختار الطريق الأصعب للحياة، وهو من يملك كل سبل الرفاهية والراحة، بل ودون أن يعمل ولو لثانية واحدة في أي يوم. أمواله التي تتحرك وتنمو بين ثانية وأخرى تكفل له حياة الملوك في أي مكان في العالم. لكن ساويرس اختار السير بسيارته في أجواء القاهرة الخانقة، وفي شوارع القاهرة المختنقة، ووسط فوضى مرورية يهرب منها العقلاء. ساويرس هو الرجل الذي يجب أن تتحرك الفلول الآن ضده لإرهابه ومعاقبته، ربما يخاف أو يرتدع أو يهرب فينتهي أمره ودوره كما حدث مع الدكتور البرادعي. وهكذا يمكن للفلول أن يضربوا عصفورين بحجر في أسبوع واحد، ويتخلصون من أرقى رجال مصر سياسيا على الصعيد العالمي ومن أقوى رجال مصر عالميا على الصعيد الاقتصادي. وسيتبعهما بكل تأكيد كل مصري له مكان أو مكانة عالميا، لأن الفلول يفرغون المجتمع من رموزه، ولا يبقى معهم إلا من يدعمهم. عموما، أزمة نقص البنزين مستمرة، وأزمة نقص وانقطاع المياه تتصاعد، وأزمات متنوعة تطل برأسها على مصر قبل يوم 25 يناير. ولعل الطريقة النموذجية للقضاء على تلك الأزمات لا تكمن أبدا في العلم ولا في العمل ولا في معالجتها ولا في القضاء عليها. العلاج الوحيد والناجع هو القفز من يوم الثلاثاء 24 يناير إلى يوم الخميس 26 يناير دون المرور أساسا بيوم 25 يناير الذي يغضب مبارك وفلوله، وإلغاء 25 يناير أمر أسهل مما يتصور الكثير. مجرد نقطع ورقة من النتيجة وكله يبقى فل، قصدي فلول.